يا مساء الجمال على احلى ناس في الدنيا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوني، انا تيسير وبعمل فيديوهات بتفيد العرايس والحاجات اللي انا جربتها. وما تنسيش تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. وما تنسيش تتفرج على الجزء الاول من الاجهزه الكهربائيه. النهارده هنتكلم عن موضوع حيرني زمان وقت ما كنت بجهز. كنت كل يوم حرفيا اقعد ادور واسال يا ترى اجيب المكوه العاديه اللي احنا متعودين عليها في بيوتنا، ولا المكوة الستاند اللي هي طالعة جديدة دي هتريحني وهاكل الحاجة وهي في مكانها، ولا هحط ترابيزة، ولا هعمل، ولا الكلام ده كله. كنت في حيرة قوية جدا. هو الموضوع شكله بسيط بس والله فعلا محير. وانتي بتبقي عايزة تجيبي يعني ايه حاجة تنجزك، وفي نفس الوقت عايزة تجيبي حاجة عملية، مش حاجة تجيبيها وتركنيها. لان دلوقتي الاسعار بقت، خصوصا الاسعار بقت فظيعة. لفيت على محلات وبصيت على الاسعار، وللاسف مفيش فيديوهات او ريفيوهات كانت نازله على المكاوي الستاند كتير، او حد يقولك مثلا اشتري كذا او جيبي كذا او اي حاجه من دي، او ينصحك فيها. فما كنتش عارفه اوصل اجيب دي ولا اجيب دي. اول حاجه انا كان نفسي يعني ارضي نفسي، فقررت اجيب مكوه بتاع باناسونيك كده بدون سلك. قلت بس هي دي كده انا كسبت المكوه العاديه، وفي نفس الوقت كسبت ان هي من غير سلك، فهتبقى مريحه بالنسبه لي. بس لكن صدمتني اول ما بشيلها من على الشاحن، الحراره بتروح والمكوه ما بتكويش اي حاجه خالص. رجعتها، ودي كانت غاليه مش رخيصه على فكره. ومن وقتها قررت اي جهاز بشتريه لازم اجربه في المحل قبل ما اشيله، عشان احنا بنجيب الجهاز وبنشيله. لا ما تشيليش الحاجه، لا جربيها الاول عشان تقدري ترجعيها، عشان بعد كده مش هتعرفي ترجعيها. رجعت للحيره بقى بتاني اللي هو اجيب الستاند ولا العاديه. فضلت ادور واتابع لحد ما لقيت عرض على مكوه ميانتا اللي هي الستاند اللي انا بكوي بيها دلوقتي دي. فدي كانت حلوه جدا، كانت اول تجربه ليا مع النوع ده. بس للاسف المكوه الستاند ما فيش عنها ريفيوهات، فانا ما كنتش عارفه ساعتها برضو اشتريها ولا ما اشتريهاش، ومحدش بيتكلم عنها كتير. فانا صراحه خدت التعليقات وجبتها، بس طلعت حلوه وجميله. فبعد كده لقيت برضو عرض على مكوة كنود العادية، وجبت الاتنين بنفس تمن المكوة الواحدة. كنت ناوية اجيب اللي هي لا اما الستاند لا اما العادية، بس انا لقيت الاتنين بسعر الواحد. يعني انا جايبة الستاند دي وجايبة العادية، الاتنين بنفس السعر اللي انا كنت حطاه ان انا اجيب بيه مكوة واحدة. والحمد لله عملت كده، لاني اكتشفت ان المكوه الستاند عمرها ما هتغنيكي، يعني عمرها قصدي ما هتغنينا عن المكوه العاديه. بس ده بعد الجواز بقى. يعني انا قلت ايه، اجيب الاتنين عشان اشوف انا بنفسي دي اللي هتنفعني ولا دي. بس انا لما جبت الاتنين فعلا الستاند مش هتغنيكي عن العاديه، ولا العاديه ممكن تغنيكي طبعا عن الستاند، لكن الستاند عمرها ما تغنيكي عن العاديه. لان الستاند مش بتكوي الحاجات التقيله قوي زي الجواكت التقيله والحاجات التقيله، مش بتعمل كسرات البناطيل اللي هي بتبقى مثلا الراجل بيبقى عايز كسره كده في البنطلون، او البنطلون الكلاسيك بيبقى فيه كسره في النص، هي ما بتعملهاش. مش بتكوي لياقه القميص، يعني انت بتكوي لياقه القميص بس مش بتتنيها. يعني انت بالمكوه العاديه بتدوسي على لياقه القميص فبتتني، دي مش بتعمل ده طبعا. الجنس ما بتكوش الجنس كويس، تيجي تعمليها على الجنس مهما عملتيها مش بتعمل الجنس كويس. وكمان لازم تبقي لابسه جوانتي اللي هو بتاع الحراره عشان تعرفي انك انتي تكوي بيها. فاحنا لو بنقرر ما بين دي وما بين دي، لا يعني جيب يعني انتي لو عايزه تشتري دي او دي، اشتري العاديه، نصيحتي ليكي ما تشتريش اللي هي الستاند. لكن لو انتي مقدرتك انك انتي تجيبي الاتنين، فجيبي الاتنين. بس جيبي الستاند دي، ما تجيبيش اللي هي فيها ستاند، جيبي اللي هي بيد بس كده وبتتشحن، او بيد وبسلك، تقدري تاخديها معاكي في السفريات والكلام ده كله، بتبقى احلى. الستاند حلوه في ايه بقى؟ هي حلوه للملايات جدا، لانك انت فرشه الملايه تقدري تكويها. حلوه في الستاير وانت حاطه الستاره تقدري تكويها. الجواكت الخفيفه، الفساتين، بدل ما تودي الفستان يتكوي بالبخار، لا انت بتحطي الفستان كده وبتقعدي تكويه، او تحطيه على الشماعه وبتكويه، فبتبقى حلوه جدا وما بتحرقش اي حاجه. البنطلونات القماش مثلا العاديه اللي انت مش عايزه فيها كسرات، بتعمليها كده. الطرح برضو بحط عليها الطرحه وبكويها في ثواني. احلى حاجه فيها ان هي سريعه جدا، بس خلي بالك
الستاند اللي فيها خرطوم اللي انا جايباها دي، الخرطوم بتاعها كل ما بيتني كل ما بيعمل صوت كده وحش، وما ما بي يعني بيبقى لازم يبقى مفروض، فدي بتبقى صعبة جدا. فلو بنقرر ما بين دي وما بين دي، زي ما قلت لك جيبي العاديه ما تجيبيش دي. ولو بنقرر، هو انا جايبه العاديه كينود وهي حلوه الصراحه، وفي واحده تانية تورنيدو بتيجي مع ستاند كده، مش ستاند، بتيجي مع حاجه بتتحط جواها كده برضو جميله جدا. انا كنت هجيبها ولقيت ناس كتير بتشكر فيها، بس خلاص نصيب بقى الحمد لله. بس ندخل على مكنسة الكهرباء بقى. كنت بدور على مكنسة كبيرة تشيل تراب كتير، عشان مش كل شوية افضيها، يعني انا واحدة مش كل شوية افضي بقى واغسل وكده. فكنت بدور على مكنسة تبقى تشيل تراب كتير. كنت مصممة على باناسونيك، يعني انا كنت قايلة ان انا هشتري باناسونيك. ليه بقى؟ عشان عند ماما وتيتا وحماتي الله يرحمها يا رب، وكل العيلة تقريبا جايباها. جبتها نفس الشكل بس الحجم بتاعي كان اكبر، يعني انا كنت جايباها حجم اكبر عشان قلت لكم التراب وكده. صراحه تحفه. بس بعد الجواز بقى لقيت بقى، شفت مكانس تانية كده خفيفة اللي هي بيد بس، اللي انتي بتمسكيها كده باليد، وفيها خاصية تنظيف السجاد والركنة بالمية. فالصراحة عجبوني دول اكتر، يعني هي فيها انواع كتير جدا، بس عجبوني اكتر لان هي سهلة في المسكة، وفي نفس الوقت بتنظف السجاد والركنة. فالصراحة انا قلت لنفسي يا ريتني كنت فكرت اكتر وما جبتش باناسونيك، وكنت جبتها لان هي هتبقى مريحة قوي وهتنضف لي كل حاجة بالمية وكده. انا لسه ما جبتهاش، بس يعني ناوية كده ونهي لله ان شاء الله ان شاء الله ان انا اجيبها واجربها. فلو حد فيكم جربها، اللي هي بتبقى بيد كده وبتعمل الركنة والسجاد وكل حاجة بالمية وتنضفه، يا ريت يقول يعني وانضف نوع ايه وكده عن تجربتكم انتوا. انا مش عارفه، ما عنديش اي ريفيوهات عنها، فما اعرفش لسه وما دخلتش في تفاصيل، لان انا مش هجيبها دلوقتي، هجيبها فيما بعد. بس انا حسيت ان هي هتبقى مريحه اكتر من باناسونيك دي. وممكن على فكره نلاقي باناسونيك بنفس الخاصيات او نفس الحوار ده، اللي هي تبقى يد وبتنضف السجاد والركنه بالميه وكده وبتبقى حلوه. فانا لسه الصراحه ما تعمقتش في الموضوع. بس لو هنتكلم على المكنسه باناسونيك دي، فهي عملية جدا وحمالة أسية، وعندي عيلتي كلها بقالها سنين الحمد لله، فلا جميلة جدا. قوليلي بقى انتي جبتي اي نوع من المكوى الستاند ولا المكوى العادية؟ واستخدمتي المكوى الستاند قبل كده يعني ولا لا؟ جربتي المكنسة بتاعت المية دي اللي هي بتنضف الحاجة بالمية ولا لا؟ واكتبوا لي رايكم في الكومنتات وانا هرد عليكم. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشاركيه مع اي عروسه بتجهز او اي واحده محتاره ما بين المكوه العاديه والمكوه الستاند عشان تستفيد وهتوفر عليها وقت وتختار الصح. بحبكم قوي، باي باي.